هذه الوصفة مستحيل ما جربوهاش في هذا العيد. حلوة خفيفة وبزاف سهلة، توجد ليه واقتصادية. ننصحكم تجربوها وما تنسوش تسجلوها. لهذه الوصفة نحتاج 125 غرام زبدة تكون طرية، بيضة كاملة مع صفار بيضة، نضيف عليهم كاس إلا ربع سكر كلاسي ورشة ملح، ونخلطوا هذه المكونات كامل جيدا بالخلاط الكهربائي. من بعد نضيفوا كيس تاع لافاني ونخلطوا مليح، وبعد نبداو نضيفو كاس صغير ربع تاع زيت نباتي بالتدريج، وحنا نخلطو بلا ما تحبسو كيما راكم تشاهدوا حتى نتحصلوا على هذا القوام. درك رايحين نجمعوا العجينه تاعنا بالفرينه، وما تنساوش تضيفوا كيس تاع خميره الحلوى وزن 10 غرام حتى تتحصلوا على عجينه طريه تشبه الصابلي. حطوها في ساشي وخلوها ترتاح. من بعد ابداو تشكلوا فيها على شكل كريات، كل كريه فيها من 20 ل 23 غرام. من بعد احكموا العجينه بين يديكم، اعطيوها الشكل تاع الاصابع الصغار، ومن بعد حطوها على بلون تخافي تاعكم وابداو تشكلوا الاصابع كيما راكم تشوفوا. هنا ملاحظه فقط، اذا شربت الفرينه تاعكم ونشفت العجينه عاودوا طموها برك بشويه تاع الزيت ولا تاع الزبده وراح تتشكل معكم بكل سهوله. وهنا ننصحكم فقط كي تعجنوا العجينه تاعكم في الاول خلوها طريه باش يجيكم التشكيل سهل. اذا هنا خلصت كامل الكميه. طيبوها على 180 درجه من تحت، ومن بعد شعلوا عليها من فوق غير تنشف، ما تخلوهاش تدي لون بزاف من فوق، تخلوها تبرد. من بعد ما تطيب الحلوى تاعنا نجيب شوكولا بالحليب وشوكولا نوار خلطهم. تقدروا تستعملوا نوعيه واحده تاع الشوكولا. ذوبتها وضفت لها ملعقه تاع زيت نباتي وكاوكاو محمص ومرحي خشين، وكلاصيت بها الحلوى تاعي، والكميه اللي بقات دهنتها بمعجون المشمش وحطيتها في الكاوكاو، حطيتها في كيسات. وهذا كان الشكل النهائي كيما راكم تشوفوا. الشكل تاعها يجيب بزاف راقي، والبنه ما نحكي لكمش تجيب بزاف هايله. كيما شفتوا قسمت لكم حابه تشوفوها من داخل كيفاه تجي. جربوها وما تنسوش تخلوا لي رايكم في التعليقات، وصحه عيدكم.